السلام عليكم ورحمة الله. عملنا قبل كده فيديو مجزأ على 4 editors والفيديو عجبكم بفضل الله، فقررنا المرة دي نعمل فيديو واحد مشترك بس بدون أي تواصل ما بيننا، ودي كانت فكرة أحد المتابعين في سيرفر الديسكورد. وخليني أوضح الفكرة أكتر. على سبيل المثال، الفنان هياخد فويس اوفر وقدامه يوم واحد يعمل عليه مونتاج، وبعدها يسلم الفيديو بتاعه لمحمد جمال، وبعدها يسلم الفيديو للمهيل، وهكذا. وفي الآخر بعد ما نخلص كلنا نعرض الفيديو كامل بالنتيجة النهائية. والشروط بسيطة: أي تواصل ما بيننا ممنوع، وأي عضو يساعد التاني برضه ممنوع، وما ينفعش انك تحذف من مونتاج اللي قبلك، بس عادي انك تضيف وتعدل عليه. وطبعا بنعتذر ليكم على السحبة الطويلة، وده كان بسبب الامتحانات. دعواتكم لينا بالنجاح والتوفيق، وان شاء الله برضو انتوا تنجحوا يا رب. وبس اسيبكم مع جيمي. بدأوا يسموا الفيديو هو عبارة عن قصة تاريخية، والقصة دي كانت بتحكي عن غزوة بدر، وهو أول انتصار في تاريخ غزوات الإسلام. واللي هيعمل لها فويس أوفر هو تايلر. وببساطة كل واحد مننا ياخد الفويس أوفر، يخلص الجزء اللي يقدر عليه والتعديلات، ويبعت للي بعده، اللي بعده يعدل عليها أو يضيف التعديلات، وهكذا. وأول شخص استلم الفويس أوفر برضه كان تايلر. طيب السلام عليكم. كل اللي عملته صراحة هو ان انا عدلت الالوان بتاعة الفيديو. طبعا جيت هنا يعني وابتديت ان انا اعدل في الالوان، وابتديت ان انا احط تكست وطبقات والكلام ده كله. توضيح بس يا شباب، الفترة ديت انا صراحة يعني مضغوط جدا، فما قدرتش ان انا اعمل حاجات كتير في الفيديو. هو ده تقريبا يعني كل اللي انا عملته، هي مجرد طبقات هنا سودا وشوية تكست والحتة ديت بس. غزوة بدر، أول انتصار للمسلمين. في العام الثاني من الهجرة وقعت غزوة بدر، أول معركة كبرى في الإسلام. بعد ما شفتم رتم الفيديو اللي عمله واللي المفروض يمشي عليه البقية، بدأوا واحد واحد يستلموا الفيديو. المهيل رقم 2. وزي ما انت شفت بعد الفيديو، اول حاجه لاحظتها ان بعد اول دقيقه مفيش حاجه، فيديو خام. فبدات اضيف شويه مشاهد، وضفت مشهد بيبين عدد المسلمين من عدد الكفار، وساوند افكت بسيطه كده. بس حسيت الفيديو ناقصه حاجه كمان، الفيديو خام كده ما فيهوش حاجه. فضفت نشيد بيدي طعم للفيديو ومناسب. خدت الفيديو وبعته لخالد. خالد رقم 3. معكم خالد. كل اللي أنا عملته في الجزء بتاعي إني ضفت خلفية وتكست وأنيميشن ورقة عليها كتابة قريش اقتصاديا، والمسلمين كانوا بيرجعوا وبس. حرفيا أسوأ جزء عشان ما كانش عندي وقت. كودكس الرابع. اول ما استلمت الفيديو كان في نشيد محطوط، فاضطريت اشيله عشان ما كانش لايق مع جو الفيديو. المهم ان انا لما شلته كل المؤثرات الصوتيه اللي كانت موجوده راحت، فاضطريت ان انا اعملها تاني، وركزت على كذا جزء من الفيديو، والباقي حطيت فيه حاجات بسيطه وبس. ما عملتش اكتر من كده عشان كنت طالع من مونتاج المقدمه وهلكان ومش عايز اعمل اي حاجه تانية. ومحمد جمال الخامس. السلام عليكم. المشاكل اللي واجهتني وانا بمنتج هي ان حرفيا مش لاقي افكار، وانا كنت قاري السكريبت وكنت شايف في مناطق حلوه كان عندي افكار ليها، بس لما استلمت الفيديو استوعبت ان مش انا بس اللي كان عنده افكار، هو الحكيم كمان كان عنده، وما شاء الله يعني شفط الحته دي. فكل مشاكلي اني مش لاقي افكار كويسه منتج عليها، لان حرفيا ما كنتش لاقي افكار. والفنان كان اخر واحد. السلام عليكم، معكم محمد. وانا مفروض انه ترتيبي الاخير في التحدي. اتبعت لي الفيديو وكان شبه جاهز، مفروض اعمل شوية تعديلات بسيطة وشوية ساوند افكتس، بس في بعض اللقطات اللي ما عجبتنيش فقررت اعمل لها ري اديت وبس. وده كان اخر عضو. كده الفيديو جاهز بعد تعب 6 اديترز في فيديو واحد. تفتكروا هل الفيديو هيكون كويس فعلا او هيكون فيديو عادي؟ قبل ما تشوفوا وتحكموا ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وبس. انجوي. غزوة بدر، أول انتصار للمسلمين. في العام الثاني من الهجرة وقعت غزوة بدر، أول معركة كبرى في الإسلام. كانت قريش بتخطط لإبادة المسلمين بعد هجرتهم للمدينة، لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قرر مواجهة القافلة التجارية المربحة لقريش بقيادة أبو سفيان. القافلة كانت فرصة للمسلمين لإضعاف قريش اقتصاديا، والمسلمين كانوا بيرجعوا حقهم اللي اتسلب منهم لما دخلوا الإسلام وهاجروا. لكن الأمور تصاعدت إلى حرب، والمعركة بدأت يوم 17 رمضان سنة 2 هجريا. اجتمع المسلمين وعددهم كان من 313 ل 319 رجلا لمواجهة جيش قريش اللي بلغ عددهم 1000 جندي. رغم قلة عدد المسلمين وعتادهم، اعتمدوا على الإيمان والتخطيط،
وبدأت المعركة بمبارزات بين قادات الجيشين. بعد انتصار المسلمين في المبارزة بدأت المعركة، وأرسل الله الملائكة للمحاربة مع المسلمين، ودي كانت من المعجزات. والنصر كان في صف المسلمين، وألقى الله الرعب في قلوب الكفار، وانتهت المعركة بانتصار المسلمين وقتل الكثير من قادة قريش. ونتائج المعركة كانت 14 شهيد من المسلمين و70 قتيل من المشركين. كانت غزوة بدر انتصارا عظيما للمسلمين، أظهرت أن الإيمان والتخطيط السليم يقدروا يغيروا التاريخ. وكان الانتصار ده بداية لتثبيت أركان الإسلام في شبه الجزيرة العربية. غزوة بدر مش مجرد معركة، دي درس عظيم في الإيمان والصبر والتخطيط. بعد ما شفت الفيديو حبيت نعرف رأيكم في التعليقات، وطبعا رحنا كلنا نطينا في سيرفر ديسكورد عشان نعلق على جزئية كل واحد، وهل التجربة كانت كويسة بالنسبة للفريق، وهل استمتعوا بيها ولا لا. طب البيع مين اللي هيبدأ؟ عشان انا عندي تعليقات كتيرة وعايز اطلع بقى اللي في نفسي بقى، فاهم؟ عايز السلام عليكم يا عم مين. واصل. طيب نبدأ مع أول واحد معنا هنا، هو الأستاذ جيمي. إيه رأيك يا جيمي في الفيديو ده؟ الفيديو جامد أوي أوي بجد. إيه ده؟ عجبك بجد الفيديو ده؟ أيوه إيه ده؟ يعني إذا هتديله تقييم ده جامد أوي. ايه تطبيل قول حاجه. واصل. يعني كم من مين اللي 10 يا أستاذ جيمي؟ يعني على حسب اللي عامله بقى. بص هو كل أيوه يعني اديله 10 من 10. من غير تطبيل لو سمحت. 1 من 10. الله أكبر. واصل. انتقل يا شباب للعضو الثاني معنا وهو المهيل. هل لديك تعقيبات حابب تضيفها على هذا الفيديو؟ او ماي واه، واصل. الفيديو جامد جامد جامد، يعني اديله 10. لا تمام، احس كده. عندك تعقيبات بقى هنا على تقريبا ما فيش حاجه، الاغلب اللي انا عملته اتشال. واصل. انت اللي ضيف الشرف معانا هنا، وهو القط الفخامة جدا أستاذ عاصم، راجل كبير جدا في مجال المونتاج. انا يا ابني واصل. قول رايك طيب، بلاش. عايز بالتطبيل ولا من غير؟ لو بالتطبيل فهو طبعا احسن فيديو شفته في حياتي. ايه بقى للعضو الثاني معانا، وهو ازي حضرتك يا خالد؟ الفيديو حلو جدا. يعني قيم الفيديو ده كام يا أستاذ خالد معانا كده بس؟ الفيديو كله حلو، الغلطات كلها في الجزئية اللي أنا عملتها. ونسمع رأي محمد جمال بكل مصداقية وصراحة. اتفضل يا محمد جمال. شوف، هو بالتطبيل فده اقوى فيديو شفته في حياتي. في كلمة الايمان كانت رايحة على اليمين شوية، ديت كانت مضايقاني جدا. اللي عملها يعني شكرا ليك جدا. فهو بالتطبيل قلنا 15 من 10، من غير التطبيل فهو 3.5. متروحش على البانس. واصل. وهنا ننتقل للرأي الأخير والذي سيدمر هذا الفيديو. اتفضل يا أستاذ فودكس، قول لنا رأيك في الفيديو. بجد والله، يعني الفيديو انا كنت داخل عشان الاقي نوع مونتاج معين، لقيت حاجة تانية خالص. بس انت جايبين لقطات من فيلم الرسالة صباح الفل. يعني حاجة الالوان في بعض اللقطات زي المهم تقييم الفيديو يا جدعان نص. تمام. عايز التطبيل. ايوه. الفيديو مش احسن حاجة بالنسبة اللي احنا 6 مسكناه، مش حلو خالص. كويس، وده شخص هاوي جدا اللي يعمله. مفيش تعاون من الفريق، هي اللي يمكن بوظت الفيديو. كل واحد بيعمل اللي هو شايفه صح، كل واحد ليه ستايل فينا. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اكتبوا لنا في التعليقات عن الأفكار اللي حابين نعمل عنها، وإن شاء الله أكتر تعليق هيكون مناسب. وما تنسوش تنورونا في سيرفر ديسكورد، بنساعد بعض كلنا هناك، وإن شاء الله قريبا هنعمل تحديات ومسابقات للمتابعين. وما تنساش اللايك والشير والاشتراك. وبس، سلام.